إن أمنيتي السنة الجديدة إنه يعم السلام العالم ونطبع مع إسرائيل. عاجل. فجر السعيد تواجه السجن، حكم صادم يهز الكويت. في تطور مفاجئ، قضت محكمة الجنايات في الكويت بسجن الإعلامي فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة. الحكم صدر بعد احتجازها الشهر الماضي، حيث أدانتها المحكمة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام الإنترنت، ونقل أخبار مختلقة، لكنها تمت تبرئتها من تهمة التطبيع مع إسرائيل. فجر السعيد تم احتجازها مؤقتا في 10 يناير بعد نشرها فيديو على حسابها في إكس ظهرت فيه مع شخصين إسرائيليين. وطلعوا من عيال عمنا، إسرائيليين من عيال العم. ورحبت بهما في منزلها بولاية جورجيا، مما أثار موجة غضب واسعة. هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، فقد دافعت عن التطبيع منذ 2019. إن أمنيتي السنة الجديدة إنه يعم السلام العالم ونطبع مع إسرائيل. وزارة القدس وظهرت في الإعلام الإسرائيلي، مما جعلها في قلب العاصفة الإعلامية مجددا. هل تعتقدون أن الحكم عادل أم مبالغ فيه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.